شوف يا عزيزي المواطن، علشان تبقى مثقف والمطاريد والمحنكين والواد حويط يرضوا عليك لازم تهاجم الدولة في أي حاجة تحصل حتى لو كانت بديهية جدا. يعني حرب خطيرة ممكن تولع المنطقة والعالم كله مرعوب منها، لازم تهاجم الدولة لمجرد ان في احتمال انها تتأثر بما انها موجودة على الكوكب يعني. ولو عايز تنول الرضا اكتر واكتر اتكلم بقى عن عظمة وجمال وحلاوة وروعة نظام الإخوان ورئيسهم محمد مرسي، اللي تحول من شخص الناس كانت بتتعامل مع خطاباته كنكت بيتسلوا بيها لزعيم شعبي جبار استثنائي وقائد عبقري، كأنه كان رئيس مصر في الثلاثينات واحنا ما حضرناش اللي حصل في عهده. هوريك كل ده وهعرفك ازاي ممكن تنول الرضا السامي. بس خلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. خد بالك بقى من الأول يا لؤي، وقبل ما تتكلم نصيحة يعني، لو عايز تشتري حاجة الحق اشتريها عشان الحكومة اللي انت بتحبها هتولع الدنيا. هتولع الدنيا ازاي يعني؟ يا عم اسمع مني، أنا جايب لك الكلام ده من الكنترول من غير ما تستفسر. ياه، ده انت بقيت مدرس أول على كده بقى. يا عم من غير تريقة، أنا عامل على مصلحتك. الحكومة اللي انت شغال دفاع عنها دي بتستغل حرب إيران وإسرائيل وبتوهم المواطنين إنها هتأثر على اقتصاد مصر، وبالتالي الأسعار هترتفع والناس مش هتلاقي أي سلعة في السوق. يا نهار أبيض، كل ده حويط؟ وبعدين ايه حوار بالتالي ده؟ انت واخد كورس جديد في دار علوم ولا ايه؟ لا، سمعت أستاذ ناصر بيقولها دايما. وقال لك ايه أستاذ ناصر كمان؟ ولا أقول لك تعال نشوف صوت وصورة. ده لسه مدبولي امبارح وأول امبارح بيستعد عشان يعمل خطة ترشيد استهلاك، وشغال نهار ليل يقول المواطنين أيها المواطنون رشدوا استهلاك الكهرباء، وراحوا طالعين بخطة لتخفيض الاستهلاك وإظلام الشوارع. هنشوف أيام سودة وإحنا أصلا ملناش أي علاقة. ده أنا لو اسمي حويط أحمدي نجاد ومن مواليد طهران البلد ما كنتش هخاف كده. أمال لو كنا بننصر إخواتنا ونشارك في الحرب كنتوا هتعملوا فينا إيه يا عم لؤي؟ شوف يا حويط، أنا مش هعلق على العته اللي أنت بتقوله ده، بس خلي ناصر الأفاق يكمل الأول. لا، أنا بسجل اعتراضي. أستاذ ناصر مش أفاق. إيه يا عم كاسة، أنت تسجيل إيه؟ أنت لو مش عاجبك كلامي روح اشرب من البحر عادي يعني. لا خلاص، ما يرضينيش زعلك برضو يا لؤي. أيوة كده اتعدل. كمل يا ناصر. الخطة الكاملة للحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، خفض الأحمال خلال ساعات الذروة من 2 ظهرا حتى 10 مساء، إطلاق رسائل توعوية ووسائل إعلام، توجيه نداءات عبر الكنائس والمساجد، الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات، تخفيض استهلاك بالجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن كذا، حث المواطنين على تقليل الاستهلاك بالأوقات الحرجة خاصة من 2 الظهر لحد 10. الله، المفروض كانوا سموه محمد ناصر الغلابة. ها، ما ترد بقى على الكلام ده يا لؤي. تصدق يا حويط مفيش حد غلبان في دماغه غيرك انت وهو. عموما انا مش هرد دلوقتي، انا هديه فرصته الكاملة. كمل يا ناصر، عايز تقول ايه؟ كمل. النهارده بقى فوجئنا بان مدبولي طلع كده اهو يقول لك لا ده مفيش تخفيف احمال ولا حاجه. والله الخبر اهو لا يوجد اي تخفيف احمال في هذه المرحله. الله، معلش حضرتك ده من يومين، ده انتوا اللي قلتوا ونشرتوا في كل وسائل الاعلام. النهارده قال لك لا مفيش. ادي الخبرين قدام بعض اهو من يومين للنهارده. اطفئوا الانوار، المحافظات تعلن خطه ترشيد لاستهلاك الكهرباء 19 يونيو قصدي. النهارده لا يوجد اي تخفيف احمال في هذه المرحله. يعني يا جماعه طب ما تقولوا لنا ايه اللي حصل؟ ايوه ايه اللي حصل؟ يعني واحده واحده كده ونفهم. ناصر قال ان رئيس الوزراء كان بيستعد علشان يعمل خطه لتخفيف الاحمال، وبعد كده خرج وقال لا يا جماعه مفيش تخفيف احمال. فناصر قاعد محتار دلوقتي ومش عارف ايه اللي حصل. يلا اتفضل بقى فسر لنا، يا ترى بعنا ايه من اراضي البلد؟ يا ابني هو انت مش حافظ غير البق ده في اي حاجه؟ يعني هنبيع اراضي قصاد شويه غاز؟ هو اصلا فكره ان الاراضي تتباع ده مطروح اصلا يا عم حويط. خد اسمع. مفيش اي تخفيف احمال، لكن وارد وكان بيحصل قبل اي ازمه مع ارتفاع درجات الحراره ان محول في منطقه ما يحصل فيه مشكله تنقطع التيار لفتره معينه لغايه لما يتم عمليات الاصلاح. فاللي انا باكد عليه لحضراتكم
لم يتم تنفيذ اي شيء فيما يخص تخفيف احمال. لما بتحصل انقطاعات دي انقطاعات عادية خالص بتحصل نتيجة لخروج، يعني ممكن يكون كابل، محول، اي حاجة حصلت عارضة في المكان اللي حصل فيه انقطاع التيار، وبناء عليه بيتم التعامل معاه. وده قلناه كان موجود وهيظل موجود، خلينا واقعيا. ايوه، ما هو ده كلام مدبولي الجديد بعد ما كان قبل كده قال ان في تخفيف احمال. تعرف يا حويط، انت التطبيق العملي لمقولة حافظ مش فاهم عموما ده فعلا كلام رئيس الوزراء الجديد يا حويط. اهو يعني انا صح. اتقل بس اسمع. احنا حاطين خطتنا واعلناها لحضراتكم، وقلنا ان احنا الصيف ده بالذات احنا كل تخطيطنا ان احنا ان شاء الله مش هيحصل اي تخفيف احمال، وده اللي احنا بنؤكد عليه، ان احنا مستمرين على هذا التعهد والدولة شغالة على هذا الامر. لكن طبعا ما حصل امبارح كان ليه تداعيات مباشرة على جزء كبير من امدادات الغاز اللي بتيجي لمصر، اللي بتساهم في يعني توفير الوقود لمحطات الكهرباء. فعشان كده كان على طول ابتدينا في اجراءات احترازية ومتابعة لكل الخطط اللي كنا حاطينها كخطط طوارئ علشان نضمن ان الهدف الرئيسي بتاعنا ان ما يحصلش اي انقطاع للكهرباء باذن الله، وهنستمر على هذا الامر. ده كلام رئيس الوزراء يا حويط. هل سمعت انه قال انه هيخفف احمال؟ نفس الكلام اللي قاله من كام يوم هو اللي قاله بعد اندلاع الحرب مباشرة. صحيح هو دعا الناس لترشيد الاستهلاك، واللي هي بالمناسبة دعوة قائمة ومستمرة مش حاجة جديدة يعني، لكنه ما قالش خالص في أي وقت إن هيبقى فيه تخفيف أحمال في المرحلة الحالية. يعني ممكن يبقى فيه. طب واحنا مالنا؟ ايه علاقتنا احنا بإيران ولا إسرائيل؟ هو احنا بنتكلم عبري ولا فارسي؟ وبعدين هو احنا ليه مش مستعدين من بدري؟ بص يا حويط، هو بغض النظر عن الغباوة بتاعت احنا مالنا دي، لأن الطاقة بأسعارها بنقلها لازم هتتأثر بالحرب، لكن ما علينا، يعني ده موضوع أكبر من قدراتك. مين قال بقى إن الدولة مش مستعدة؟ طب أنا دلوقتي هفاجئك مفاجأة هتزعلك، اتفرج. شيء مهم جدا هو كان خطتنا يعني استجلاب سفن لموضوع التغييز للسائل او الغاز المسال. احنا في مصر، ودي كانت خطه مهمه جدا وكنا شغالين عليها بقوه مع السيد وزير البترول. احنا كان مصر الصيف اللي فات كان عندنا سفينه واحده بطاقه 750 مليون قدم مكعب في اليوم، وقلنا ان احنا هنشتغل على ان يكون عندنا 3 سفن في خلال هذا الصيف يقدموا او يوصلوا بطاقات للغاز اللي بيتم تغييزه، الغاز المسال اللي بيجي في سفن ونغيزه وندخله على الشبكه، نصل الى 3 أضعاف اللي كان موجود عندنا السنه اللي فاتت، عشان نستوعب الزياده المتوقعه في استهلاكات الكهرباء، والاهم عشان نحسن من كفاءه تشغيل محطات الكهرباء. محطات الكهرباء لما بتشتغل بغاز بتبقى كفاءتها اعلى بكتير جدا ما تشتغل بالوقود التقليدي اللي هو المازوت. فاحنا الحمد لله النهارده على ارض مصر ال3 سفن موجودين. عايز تقول ايه يعني يا لؤي؟ خطة استباقية. اللي حصل ده يا حويط واللي ناصر نيوتن بيسميه مؤامرة هو عبارة عن خطة استباقية من الحكومة. ما كانتش وهي بتتعمل للحرب طبعا، لأن ما كانش حد عارف إيه اللي هيحصل، لكنها خطة لمواجهة زيادة الاستهلاك بشكل عام. زي ما قال رئيس الوزراء، السنة اللي فاتت كان في سفينة تغييز واحدة، وسفينة التغييز دي هي اللي بتحول الغاز المسال اللي جاي في كونتينرات من بره لغاز ينفع يدخل على الشبكة. فالحكومة اشتغلت على ان السفينة دي تبقى 3 في الصيف ده. فلما حصلت الأزمة بقى عندنا بدائل نقدر نسند عليها قبل ما نبقى لا قدر الله مضطرين لتخفيف الأحمال. فهمت يا مدلس؟ فهمت ماشي. أنا أقصد ناصر، بس يعني طالما جت على مقاسك اشربها بقى. طيب عندك حاجة تانية عايز تقولها يا مدلس؟ النظام بيستغل الأزمة دي عشان يضلم الشوارع ويدعو المواطنين لترشيد الكهرباء من 2 الظهر ل10 بالليل، وهو هيقطعها في المواعيد دي. النظام يستغل الأزمة لتمهيد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. النظام بيستغل الأزمة لزيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات وبيع المطارات. النظام استغل الأزمة لدعوة الناس للالتفاف حول السيسي. كلامي اهو، كلامي والله انا مكاني قدام الشاشات. شاشات ايه بس؟ احنا ناقصين عاهات. ثم بالراحه حويط، تقصد كلامه اللي انت غشيته منه وبتقرفنا بيه. بقى كل ده هيحصل يا مدلس؟ يعني انت ما سمعتش الكلام ده؟ يوم الجمعه
عملنا اجتماع يعني شديد السرعة، كان بحضور السيد المحافظ ووزراء الكهرباء والبترول لمتابعة تأمين احتياجات الدولة المصرية. والموضوع ده استتبعه بعد كده المتابعة اللصيقة لهذا الأمر والمستمرة على مدار اليوم والساعة لتأمين احتياجات الدولة، وفي نفس الوقت يعني مع يعني توقع سيناريوهات طول أمد هذا النزاع، كان يعني القرار اللي طلع بإنشاء لجنة أو تشكيل لجنة أزمات لهذه القضية تحديدا، ودي برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وكل الجهات السيادية في الدولة، علشان وضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات هذه الأزمة على الشأن الداخلي. يا سلام، ما ده اللي الأستاذ ناصر قاله لنا، كل ده تحضير لرفع الأسعار. أنا عن نفسي نزلت اشتريت أكبر كمية من السلع اللي أنا عايزها. اشتريت كل السلع اللي انت عايزها؟ ده كده ممكن يبقى فيه أزمة تبن في مصر. هو ده كل اللي انت فهمته يا حويط؟ بجد يعني؟ طب اسمع بوضوح خالص اهو، لعل المعجزة تحصل وتفهم مع انها صعبة. واحنا قاعدين دلوقتي لا توجد اي ازمة في اي شيء، لا يوجد اي تأخر او عدم استجابة لاي طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الانتاج لكل السلع، والسيد محافظ البنك المركزي كان موجود معانا وبيؤكد هذا الموضوع. واحنا الحمد لله كدولة مأمنين كل الاحتياطات اللي تؤمن هذا الموضوع في ظل الوضع اللي احنا فيه النهاردة. سمعت؟ كلام واضح وصريح اهو. الإجراءات المسبقة اللي خدتها الدولة زي ما قلنا كان نتيجتها إن بعد أسبوع من الحرب الحمد لله مفيش أي أزمة. والله ضحكتني. يعني عايز تقول لو الحرب دي استمرت كام شهر والدنيا وسعت هنبقى أمان الأمان زي ما بتقول يا عم لؤي؟ مش عارف بتضحكوا عليا ولا على نفسكوا؟ لا بنضحك عليك. ايه ده بتعترف؟ لا بتعترف ايه؟ بنضحك عليك عشان لا مؤاخذة عبيط يعني. تعالى تاني، انا النهاردة بقى جاي اقيم عليك الحجة، هكلمك بلغتك اهو. كل ده برضو وانا بأكد في ضوء الظروف اللي احنا فيها النهاردة. وارد ان يعني لا قدر الله وندعو الله ان ما يحصلش يعني تصاعد اكبر من كده وبصورة اكبر من كده، ولكن ده لو حصل هنبقى عندنا سيناريوهات لازم كلنا واحنا نبقى عارفين كمواطنين ان احنا دخلنا فيه، هنبقى لا قدر الله دخلنا في مرحلة تانية خالص، ان نجد بقى ان يعني ارتفاع يعني شديد وغير مسبوق في اسعار المنتجات البترولية. والاهم مش هيبقى فقط الارتفاع الشديد، توافرها اصلا يعني من الاصل، يعني انها تكون متوفرة في حال ان يعني الصراع ابتدى يعني ينجرف الى حرب اقليمية وان يبقى فيه دخول اكتر من دولة. دي الشفافية يا حويط، انت وحبايبك يعني. دولة بتكلم مواطنيها على كل السيناريوهات بمنتهى الوضوح وقدام الكاميرات، مش مجرد بيانات وخلاص. وهقول لك تاني، هنا لازم نشيد بأداء الحكومة، لأن فكرة سفن التغييز بتجهز من السنة اللي فاتت ونتيجتها واضحة حتى من قبل الحرب. يعني لو فاكر السنة اللي فاتت زي دلوقتي كان في تخفيف أحمال عشان كان عندنا مشكلة وكان في انتقادات للحكومة بسببها، فاللي حصل إنها اشتغلت ووفرت حلول للأزمة. وطبعا مع اللي بيحصل في المنطقة فهنشوف التطورات وسيناريوهات التعامل معاها. كلام منطقي جدا يعني. ما هو لو كان موجود ما كانتش الأزمات دي كلها حصلت. هو مين؟ الدكتور مرسي الله يرحمه، كان زمانه طور الاقتصاد، كان زماننا بقينا في حتة تانية، كان زماننا وصلنا لتل أبيب، مش تل أبيب اللي وصلت لغزة ولبنان واليمن وضربت إيران، كان زماننا بقينا زي نمور الآسيوية، كان زماننا وكان زمان الأهلي أخد كأس العالم. لا ايه؟ اي هبد بقى. تعالى بس يا ابني تعالى، يعني كرر كلامهم براحتك، مش هحجر عليك، بس ما تبقاش يعني سوري اهبل. لا وسوري ليه اصلا؟ لا بجد انت مش متخيل لو كان موجود كان ايه اللي حصل، كان زماننا يعني. بس يا حوت بس ما تحزقش كتير، هجيب لك حد يساعدك ويقول لنا كان زمان ايه اللي حصل. وحين صار رئيسا لم ينكفي الى السلطة، لم يبني القصور ويهدر المليارات ويقتني المجوهرات والطائرات، بل حمل هموم الناس وجعل السيادة المصرية خطا لا يمس. رفع شعاره الشهير: نصنع غذاءنا ودواءنا وسلاحنا. رحمة الله عليه، نطقت بالحق يا أستاذ عطوان. ايه مش عاجبك الكلام يا لؤي؟ هو كده كده مش عاجبني، بس انا عايز اعرف هو عمل ايه تاني. كملوا يا جماعة يلا. ها الراجل الجدع
الراجل الشهم، الراجل اللي عبر عننا كلنا، الراجل اللي كانت مشكلته انه صادق في وقت الناس كانت بتكذب. وبتزعل لما اقول لك قراداتي، بس لا بجد عندك مواهب تانية يجي منك نبطشي. وهو كان عمل ايه يعني للتريقه دي؟ حرام عليك. لا انا هسكت خالص، كمل يا عم النبطشي. محمد مرسي ساب جوانا علامه مش هتتشال، مش علشان احنا اخوان ولا علشان احنا اعضاء في ما الكلام ده كله خالص، لا والله ولا الكلام ده. محمد مرسي ساب جوانا علامه كبيره قوي اسمها الاراده، اراده الشعب المصري الحر، اراده المصريين اللي عبر عنها مصري اصيل ابن البلد، مصري زينا، لا حد جايبه ولا حد منزله عليه. يا ابني قول معلومة لو عندك، وايه ساب جوانا علامة مش هتتشال دي؟ اتكلم عن نفسك ما تجمعش. ايه الكلام ده بذمتك؟ طب فين العلامة دي بالظبط؟ ما علينا، انت اخرك تتنطط على المسرح كده يا احمد. حد تاني عايز يقول حاجة بس يدينا معلومات بقى، يعني مش ناقصين فرهدة، الجو حر. اقول لك المعلومه اللي تلخص لك كل حاجه. قول. مرسي الاصدار الشعبي الاول لقياده مصر. طب بص يا حويط، لو قلت لي الجملة دي معناها ايه انا هسيبك ومش هقول للناس انت جايبها منين. انت فاكرني طالب في الثانويه عامه لؤي ولا ايه؟ جايبها من دماغي طبعا، من تحليلاتي يا اخي، انا اللي قلت الجمله دي. لا مش تحليلاتك، دي من تحليلات ارهابي كبير. خد اقرا اهو، الارهابي الهارب يحيى موسى بيقول كلامك يا حويط. كان مرسي الاصدار الشعبي الاول لقياده مصر، وقد كان متفوقا على عصبه الجنرالات بسنوات ضوئيه، وطنيه ونزاهه وكفاءه، الا انه تعامل باخلاقه لا باخلاق الحاكم. انا فعلا اللي قلتها، بس يعني بعد ما هو قالها. ثم هو عيب يعني لما اتعلم من حد؟ لا العيب انك تتحول لبغبغان بتردد كلام اصلا هو اهبل، ومن غير ما تفهمه ولا تعرف حتى مين اللي بيقوله ولا هدفه ايه. سيبك من كل ده يا لؤي، مش انت عايز معلومات؟ اقول لك انا، لو الرئيس مرسي موجود كان زماننا في قلب غزة، وما كانش اصلا هيحصل الحصار ده لاخواتنا. برضو ده مش كلامك يا حويط، اتفرج كده. يعني لو بقي الرئيس محمد مرسي ده ما كان في هناك حصارا اصلا. بطبيعه الحال القضيه كانت قضيه فلسطينيه، كانت ستتواصل. آنذاك الشعب الفلسطيني كان سيكون له يعني سند قوي اللي هو سند مصر في الدوله الكبرى والدوله العظمى في تلك المنطقه، ثم ايضا سيكون له سند كل ثورات الربيع العربي وكل الانظمه العربيه، وبالتالي كانت موازين القوى ستكون لصالح الشعب الفلسطيني الذي كان سيستطيع ان يفرض حقوقه، خاصه وان الشعوب الاوروبيه انذاك كانت سترى ان هناك مد ثوري وديمقراطي في كل البلدان العربيه، وكان الوضع كان سيتغير تماما. ده المنصف المرزوقي بيقول ان لو مرسي كان في الحكم كان الشعب الفلسطيني هياخد حقوقه والوضع هيتغير تماما. عنده حق، منصف حرفيا. هو فعلا عنده حق، الوضع كان سيتغير تماما، كان هيبقى كده. وفي ايام السيد مرسي الرئيس محمد مرسي العياط كانت موجوده على أساس أيضا يعطونا شقفة من سيناء مشان شعبنا يدخل هناك ويعيش هناك، وقضية طويلة عريضة اسمه مشروع إيغورو آيلاند، وللآن بنحكى فيه إخواننا الأعزاء. هذا مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، وأنا قلت هذا الكلام بصراحة للرئيس مرسي. هو الآن بالسجن، بقول لك عم تستشهد فيه هو بالسجن، بس اتعب ورجيك. طيب هو قال لي هذا الكلام، احنا موافقين، قلت له هذه تصفية القضية الفلسطينية. الوضع كان هيتغير تماما، مرسي والإخوان كانوا موافقين يتنازلوا عن شقفة بتعبير الرئيس محمود عباس من سيناء لصالح أهالي غزة، وده في الأساس مشروع إسرائيلي، ده حلم وهدف إسرائيلي من سنين، ومصر بترفضه وبتقاومه من سنين. أظن يعني عرفت يا حويط الوضع كان هيتغير إزاي. كان هيتغير طبعا، وبالذات اقتصاديا. أنا مش فاكر الأرقام قوي يعني، بس أقسم لك إنه كان هيتغير. لا أنا عارف كويس أرقام إيه اللي تقصدها، هجيب لك أهو حد فاكرها، ما تزعلش نفسك. وفي عهده بلغ الاكتفاء الذاتي من القمح 70% كخطوة أولى لصناعة غذائنا، واليوم وبعد غيابه باتت مصر أول دولة في العالم استيرادا للقمح، وبات قرارها مسلوبا.
وكل ده حصل في سنة واحدة. يعني لو كان كمل معانا زي ما قلت لك كان زماننا نمور آسيوية. أنا بكلمك بالأرقام اللي أنت بتحبها أهو. ما هو بالأرقام برضو كلام الراجل الغلبان عطوان ده كذب وما حصلش. في 2013 مرسي خرج وقال إن إنتاج القمح زاد 30% عن السنة اللي قبلها، وإن إحنا كده ماشيين صح علشان نحقق الاكتفاء الذاتي لسه بعد 4 سنين. وماله، المهم إن الإنتاج زاد. الله، مش أنت قلت بتتكلم بالأرقام؟ بس جيس وات، يعني الزيادة اللي هو اتكلم عنها دي برضو كانت رقم في شنك، ومش أنا اللي قلت. دي أسوشيتد بريس وقتها عملت تقرير وقالت إن لا أرقام السنة اللي بيتكلم عنها مرسي كانت صح ولا أرقام السنة اللي قبلها، يعني حتى ما فيش 30% ولا حاجة. فما فيش مشكلة يا حويط تلعب بالأرقام عادي، بس العب صح بقى، خليك راجل دقيق، ما تبقاش عيل غلبان وخايب بيلوش وهو جاهل. وبعدين يا حويط كلامك عن النمور الآسيوية والقوى المهلبية ده كلام ما يدخلش عقل عيل صغير. ليه؟ لأن ببساطة انتوا بتحاولوا تزيفوا واقع الناس عاشته. سنة مريرة شفناها بعينينا، كان فيها أزمات وفضايح على كل المستويات، توليفة مهببة زي مؤتمر نصرة سوريا اللي كنتوا بتستعرضوا قوتكم فيه على الشعب، مع الإفراج بقى كمان على شوية إرهابيين بعفو رئاسي، والإرهابيين برضو اللي كانوا بيطلعوا في التلفزيونات كمحللين، ده غير الإرهابيين قتلة الرئيس السادات الله يرحمه اللي حضروا احتفالية نصر أكتوبر، مع شوية أزمات كهرباء وأنابيب بوتاجاز وأهلي وعشيرتي ومكتب الإرشاد اللي رئيسكم كان مجرد مندوب مطيع ليه. وفوق كل ده محاولات الأخوانة اللي كانت مستمرة، ومع شوية مطالبات بهدم الآثار عشان حرام، وتقييد للفنادق علشان حرام برضو، ومؤتمر سد النهضة السري جدا المذاع على الهوا وده فعلا كان حرام، والقصاص واللي هيرشنا بالمية هنرشه بالدم، لغاية ما وصلنا للي بيحصل في سينا هيتوقف في اللحظة اللي مرسي هيخرج فيها من السجن ويرجع للحكم، والعمليات الإرهابية ضد الكنايس وغيره. كل دي حقائق المصريين منسوهاش ولا هينسوها، ده غير حقائق تانية كتير بتبدأ مع أول مرشد ليكو، بداية مشبوهة زي التاريخ ما بيقول، مش أنا اللي بقول، بداية ليها علاقة بمخابرات أجنبية واغتيالات وتنظيم سري وبيعة واقتصاد موازي، وفي السكة طبعا سيد قطب اللي زرع أفكار ملعونة لسه الناس بتتقتل بسببها على مستوى العالم لحد دلوقتي. الحقيقة يا حويط إن أنت وأصحابك وباء ربنا نجانا منه لما الجيش كالعادة انحاز للشعب في لحظة من أجمل وأنبل اللحظات في تاريخ البلد دي، عشان نقول كلمتنا في 30 يونيو إن الوباء ده لازم ينتهي، وبفضل الله انتهى للأبد. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.